السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل بقى السمك في الفرن مشوي بطريقة سهلة جدا وتنفع قوي للي عاملين دايت او عاوزين يعملوا دايت. بتروحي للمحل السمك او اي حد بتتعاملي معاه بتاع سمك، هتقولوا افتح لي السمك سنجاري بالطريقة ديت. هنا انا بيفتحوهولي وبينضفولي بالطريقه دي، باخده ان انا اغسله بس وانضفه كويس. هو بيبقى متنضف من كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده، هو ابيض. انا باخده اغسله بس مطرح ما نضفتهولي وكده البنت اللي بتعامل معاه، وقلت لها افتحولي سنجاري بالطريقه دي اهو كده. انا جبت سمكتين، السمكتين دولت عاملين كيلو و200 جرام، باين حاجة زي كده. فتحت الحتة ديت اهو من الديل، وبعدين هبدأ بقى، طبعا انتوا شايفين الحاجات ديت اللي عند الراس، هبدأ انضفها واغسلها كويس. وهنا نضفتها وغسلتها كويس. حبيت بقى انقعها في المية، وحطيتها في مية وخل وليمون وملح. اولا السمكة يستوي بسرعة، وهتقبل سمكة طرية وجميلة جدا، وبالذات كمان لو جبتوها السمك صبح وعملتيه اليوم بيومه. هنا بقى التوابل، حطيت هنا فصين توم مفرومين ناعم، وكزبرة ناشفة وكمون وملح وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، رشة فلفل اسود او حسب الرغبة. وبعدين هتكوني عصرة بقى على جنب حوالي ليمونتين كبار، هتحطيهم كده بالطريقة ديت على التوابل دي، وتقلبيها كويس قوي لحد ما التوابل تدوب في الليمون او تتجانس في الليمون. بعديها طبعا بقى هنكون مجهزين هنا هنحط كمان هنا معلقة زيت صغيرة، معلقة زيت صغيرة، يعني ان هو انا بقول كمان نافعة قوي للي بيعملوا دايت، مفيهاش سعرات حرارية عالية خالص. هنا الصينية بقى ندهنها بزيت من تحت عشان اما نحط الألمونيوم، ورق الألمونيوم ما يتحرقش. هنحط بقى ورق الألمونيوم بالطريقة دي، وهننزل بقى بالسمك عليه. بس هنا قبل ما ننزل انا برضو حطيت زيت بسيط جدا هنا هو من فوق كمان هندهن بيه. وبعدين هننزل بقى بالسمك بتاعنا اهو كده. هتحطيه بقى بالطريقة اللي انت عاوزاها، بالطول بالعرض بالطريقة اللي انت عاوزاها كده. يعني انا الصينية ما خدتهاش غير اما عملتها بالجنب، يعني بالورب كده، خدت الاتنين جنب بعض، لان السمكة هي كبيرة مش صغيرة اهو كده. وبعدين هتبدأي بقى تجيبي كوباية التوابل اللي احنا عملناها بالليمون، وهتبدأي تنزلي بيها كده بالطريقة ديت واحدة واحدة. طبعا التوابل دي حسب رغبتك، انت بتحبي التوابل كتير هتكتريها، بتحبي التوابل قليلة تعمليها المقدار اللي انا عاملاه دوت. نبدأ بقى نحطها كده، وهتكوني مقطعة حلقات من الليمون عشان نعمل بيه الشكل مش اكتر. يعني عاوزة تحطيه حطيه، مش عاوزة براحتك جدا او بالطريقة دي. بعدين هنحط بقى شرايح الليمون اللي احنا مقطعينها نرصها على الصينية، على السمك يعني من فوق اهو كده. وبعدين هندخله على درجة حرارة 200. طبعا اول ما تدخليه هينزل المية بتاعته، تستني ما تطلعهوش غير ما يشرب المية بتاعته اهو، زي ما طلع من الفرن اللي كده. هو دلوقتي وريتهولكوش
المية اللي نزلت منه شربته. بعدها طلعتها، هنا هي مستوية جدا وطعمها جميل جدا وسعرات حرارية قليلة جدا. واستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل علامة الجرس. السلام عليكم.